الكرتون ده كل ما اسمع التتر بتاعه حتى وانا شحط كده بيحسسني بسعادة مش طبيعية، وكأنه بيصحي الطفل اللي جوايا من تاني. لسه فاكر انا واخويا واحنا راجعين من صلاة المغرب وطالعين على السلم وسامعين صوت التتر بتاعه وهو شغال. زازا فزازا وقرقر طازة ورد بيضحك برا الفاز. انا صغير ورمضان بالنسبة لي حدث كبير ومهم، حدث بيفرقني انا شخصيا عن الشخص اللي كنت عليه قبليه. بمعنى اني ببقى طول السنة شخص، وفي رمضان بالذات ببقى شخص تاني خالص. واعتقد ان مش انا لوحدي اللي ببقى كده، لا ده احنا كلنا كمسلمين بنبقى كده. فتعالوا معايا اخدكم بجولة في رمضان بس بتاعنا، بتاع زمان. طبعا هنبتدي بالحلويات، وطالما جبنا سيرة رمضان يبقى اكيد الكنافة. جماعة دي من المسلمات، يعني الارض كروية، الشمس بتطلع من الشرق، ورمضان يعني كنافة أساسي لا جدال. طبعا بقى ما كانش فيه بقى لوتس ولا نوتيلا ولا بيستاشيو ولا تارو، لا يا باشا، دي كانت صينية كنافة بيزك كده بالسمنة، بعد ما تستوي تتسقسق بشوية شربات وألف هنا على بدنك. بما إننا جبنا سيرة الكنافة، تفتكروا هيعملوا ترندات كنافة إيه السنة دي؟ وإيه منهم اللي هيعجبكم؟ قولوا لنا تحت في الكومنتات. وأكيد برضو رمضان يعني قطايف، بس برضو ما كانتش بتتحشي نوتيلا وبندق، لا ده كان هو يدوب جوز هند وزبيب، وكان الله بالسر عليه. وطبعا مش هننسى طبق قمر الدين اللي كان بيفضل طالع نازل طول الشهر لحد ما كلنا نزهق منه. اما بالنسبه للروحانيات، فعلشان احنا كنا زمان واحنا صغيرين رمضان كان غالبا بيجي في الاجازه او الصيف، وعلشان احنا كنا فاضيين وما عندناش ولا التزامات ولا هموم، فكنا بنحب نروح الجامع كل فرض عشان نصلي فرض ربنا. غير ان افتكر ان كان في شاب اسمه محمد كان بيحفظنا القرآن، كان بيقعد معانا من العصر لحد الأذان بتاع المغرب. وبالرغم إني مش فاكر تفاصيل قوي ولا فاكر حتى شكله، إلا إني فاكر إني كنت بحب أروح أقعد معاه، أنا والعيال اللي قدي نروح نحفظ معاه من العصر لحد المغرب. فاكر كمان إنه كان ودود جدا وطيب قوي معانا. وطبعا التراويح، واللي كانت بتحسسني بسعادة مش طبيعية، واللي للأسف مؤخرا ما بقتش أنزل أصليها، بحجة إني عايز أخطف ساعتين نوم قبل السحور علشان أعرف أروح الجامعة أو أروح الشغل. وطبعا مش هنسى صلاة المغرب، واللي بقالي كتير أوي ما جربتهاش، وكوبايات التمر والبلح وكل ما تشتهيه الأنفس، واللي كان كل بيت في الشارع بيتفنن عشان ينزل نوع شكل، وتوزيعنا للكوبايات ديت على الناس قبل الأذان، ورجوعنا من الصلاة واحنا ماشيين في الشارع وهو فاضي حرفيا ما فيهوش مخلوق، ما فيهوش غير الناس اللي مروحة معاك من الصلاة علشان تفطر في بيوتها، وكأن الدنيا فجأة وقفت. راحة نفسية وسكون ما بيتخللهمش غير بس صوت الناس والأهالي وضحكهم وهم قاعدين بيفطروا في بيوتهم. نروح بقى للتلفزيون، واللي ما كانش فيه هذا الكم من المسلسلات، ولا الصراع المحموم على مين الأكثر مشاهدة ومين الأكثر جدل. لا ده هي كانت حياة الله الفوازير ومسلسل ولا اتنين وخلاص كده شكرا. وطبعا زازا وجرجير أساسي على الفطار، ما كانش رامز جلال لسه. الكرتون ده كل ما اسمع التتر بتاعه حتى وانا شحط كده بيحسسني بسعادة مش طبيعية. زازا فزازا وقرقر طازة ورد بيضحك برا الفاز. وكأنه بيصحي الطفل اللي جوايا من تاني. لسه فاكر انا واخويا واحنا راجعين من صلاة المغرب وطالعين على السلم وسامعين صوت التتر بتاعه وهو شغال. طبعا مش هنسى بكار وكوكب كراكين وحبطبط وقصص الانبياء. طبعا كبرنا شوية والكمبيوتر دخل الموضوع، انا كنت متعود اخلص صلاة الفجر واطلع اقعد على الكمبيوتر مع اخواتي لحد الفطار، نقعد بقى نلعب كابتن كلو، واللي ما كانش اسمه كده بالمناسبة، ده كان اسمه حرامي الدهب باين، والبقرة الشقية وميجا مان، واللي كان اسمه القرصان الشقي. مش عايز احكي لكم احنا قد ايه كنا بنبقى مبسوطين ومستمتعين، متعة بجد.
متعة حقيقية، مش كل واحد ماسك شاشة وقاعد في عالم تاني. طبعا ما كانش بقى فيه لسه بابجي ولا فورتنايت ولا فالورانت. صحيح، قولوا لي انتم من الناس اللي بتقول عليها فال ولا فالو؟ علشان في ناس بتقول كده وناس بتقول كده. هتقول لي يا محمد ما انتوا برضو كنتوا قاعدين قدام شاشة ومتوحدين زينا اهو، يعني ما اختلفتوش عننا كتير قوي. هقول لك لا، اللعب عندنا كان فقرة بس في اليوم. لكن احنا كنا بنستنى بعد التراويح علشان نتجمع مع اولاد الجيران عشان نكمل لعب. كنا بنلعب في الشارع بقى بالفوانيس او بالكورة، او نلعب كهربا او مسوكة الملك، واللي هي فاريانتس يعني من هايد اند سيك، علشان لو حد من جين زي او الفا بيتفرج علينا. ده غير اننا كنا بنعمل حاجة اسمها مدفع الكربون. كنا بنجيب علبة بيرسول فاضية ونخرمها بمسمار او حاجة، تشوف ماسورة بلاستيك ونلحمهم في بعض، وبعد كده نروح عند البقال ونجيب منه الكربون. وما تسألنيش ليه الراجل كان بيبيع عنصر قابل للاشتعال للأطفال، وليه أصلا كان بيتباع عند البقال، علشان أنا شخصيا ما عنديش إجابة السؤال ده. المهم كنا بنجيبه ونحطه في المدفع ونرجه وننفخ فيه لحد ما الكربون يسخن، وبعد كده نقرب منه الكبريت أو الولاعة من الخرم اللي احنا كنا عاملينه، فبيعمل صوت انفجار شديد جدا. ولو انت طفل طبعا ما تعملش كده دلوقتي لان ده خطر وغلط. اما الزينه والديكوريشنز فكنا احنا واولاد الجيران بنتجمع في الشارع قبل رمضان باسبوع ولا اتنين، ونجيب الكشاكيل الفاضيه اللي عندنا ونشتري فوق ورق ملونه ونفضل نقصقص ونلزق فيها ونعمل اشكال مختلفه وفوانيس، وكنا بنلزقها بالنشا والخيط، وبعد كده نجري على البيوت علشان نعلقها. مش عايز اقول لكم قد ايه الشارع كان بيبقى شكله حلو وكان بيبقى مليان بهجه وفرحه. كنا بنعمل الزينه على هيئه ادوار، الدور الاول الدور الثاني وهكذا. وفي الاخر لو انت من الناس اللي بتقول ان هي مش حاسه برمضان زي زمان، فحب اقول لك ان الاجابه بكل بساطه يا بوما انك بطلت تعمل كل الحاجات اللي احنا حكينا عنها دي. فارجع اعمل ولو شويه بس منهم وانت هتحس برمضان زي زمان. بس كده، لو عجبك الكلام ده ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب. ورمضان كريم عليكم وصلوا على النبي.